بعض الكلمات اللي الفقهاء قالوا بجواز كلا الوجهين أو أكثر من وجهين فيها، موارد محدودة، واحد منها ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، قالوا هذه اثنينهم يصيرون. اهدنا الصراط المستقيم بالسين وبالصاد، اهدنا الصراط المستقيم، زين يجوز. حين واحد يقراها الصراطة واحد يقراها السراطة، ملك يوم الدين مالك يوم الدين. ولم يكن له كفوا أحد، بالقرآن الكريم مكتوب كفوا، ضم على الكاف وضم على الفاء وفتحة على الواو، كفوا هالشكل. قال الفقهاء تجوز قراءتها بأربعة أوجه. كفوا هذه الموجودة في القرآن الكريم، كفوا نسويها همزة، كفوا كفءا، 4 أشكال. زين هذه ذكروها. أما أي مورد آخر اللي فيه خلاف مشكل واحد يتصرف فيه، هو هذا اللي يشوفه مكتوب أمامه يسوي يقرأه. بعد الآن يقولوا له والله فلان قرأ بغير طريقة، احنا ايش علينا من فلان وفلان؟ احنا علينا ما ثبت عن النبي والأئمة الطاهرين عليهم السلام، غير ذلك ما ينفعنا في شيء. طيب هذا